من هو ياسين شيوكو جندي البحرية الأمريكية المكلف بحراسة ميسي في ميامي؟ أحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم تأثيرا كبيرا في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي. استحوذ أداء على اهتمام المشجعين والخصوم إلى حد سواء، إلا أن هناك شخصية أخرى تستحوذ على هذا الاهتمام، هو الحارس الشخصي لميسي بعدما ظهر باستمرار حول الأسطورة الأرجنتينية. لماذا يمتلك ليونيل ميسي حارسا شخصيا في مباريات إنتر ميامي؟ وفقا لتقرير نشره موقع جول العالمي، فإن ياسين شيوكو تم تعيينه مؤخرا من جانب إدارة نادي إنتر ميامي ليكون بمثابة الحارس الشخصي لميسي. يقال إنه جاء بتوصية من رئيس النادي ديفيد بيكهام. دور شيوكو أبعد ما يكون عن كونه مجرد شخص يرافق نجم أرجنتيني، فقد تم تكليفه بالبقاء بالقرب قدر الإمكان من ميسي حتى أثناء المباريات لحماية فوضى الملعب المحتمل، وظهر ذلك بوضوح خلال فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس، حيث اضطر للتدخل من أحد المشجعين من الاقتراب من النجم العالمي. تحرك الحارس الشخصي المتمركز على حافة الملعب بسرعة الإمساك مقتحم الملعب، ما يضمن أن تفاعل الرد مع ميسي لم يدم طويلا، وقد قام بتسليم مشجع لأمن الملعب مما منع وقوع موقف خطير. لكن الحاجة إلى حارس شخصي تتجاوز مجرد الملعب، حيث يتم التدقيق في كل تحركات ميسي وتسليط الضوء على عائلته. يصبح دور شيوكو حيويا ليس فقط خلال المباريات ولكن أيضا في حياة ميسي اليومية في الولايات المتحدة. ياسين شيوكو ليس مجرد رجل أمن، يقال إنه جندي سابق البحرية الأمريكية وله خبرة في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى أنه خبير في الفنون القتالية المختلطة. خبراته ومهاراته تجعله مناسبا بشكل خاص لحماية أحد أشهر الرياضيين في العالم. لا تزال صحة الادعاءات التي تفيد بأن شيوكو خدم في وحدة البحرية الأمريكية غير مؤكدة، بغض النظر عن وضعه المحتمل كعضو سابق للقوات الخاصة. تظهر مقاطع الفيديو الموجودة على حسابه بإنستغرام مرونته المخيفة. شهرته لا تقتصر فقط على حراسة ميسي، فقد اكتسب متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يمتلك حاليا أكثر من 150 ألف متابع على الانستغرام، ضمنهم ميسي نفسه. لم تتغذى هذه الشعبية على ارتباط بميسي فحسب، بل أيضا من خلال عرض تجاربه وتدريباته في فنون الدفاع عن كم يتقاضى الحارس الشخصي ليونيل ميسي؟ تشير التقارير لأن راتب شيوكو الشهري يصل إلى 250 ألف دولار، 198 ألف جنيه استرليني لرعاية ميسي وعائلته، والتي تشمل زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو وأطفالهم تياغو، ماتيو وسيرو، وهذا يصل إلى 3 ملايين دولار في السنة. وبينما أثارت تصرفاته اليقظة بعض الجدل مثل منع الطفل من اتخاذ صورة مع ميسي، فإن مسؤولية شيوكو الأساسية هي ضمان سلامة موكله وعائلته. ويواصل ليونيل ميسي تصدر عناوين الإخبار بسبب أداء الذي غير قواعد اللعبة أمام نادي إنتر ميامي. كما نجح حارسه الشخصي شيوكو بتحقيق شروطه الخاصة، تم تكليف شيوكو مهمة هامة تتمثل ضمان سلامة ميسي، وأصبح جزءا لا غنى عنه تقريبا من حاشية الأرجنتيني سواء داخل الملعب أو خارجه. من الواضح أن دوره حيوي بقدر ما هو معقد، وبالنسبة لميسي هذا الأمر أقل إثارة للقلق، لأنه ركز على الارتقاء بإنتر ميامي إلى آفاق جديدة.